أهلا بكم أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. اليوم عندنا هذه البيضة داخلها زغلول ميت. طبعا من أسباب موت الزغاليل داخل البيض يوجد أسباب كثيرة. لاحظوا أن الزغلول مكتمل النمو. طبعا من أهم الأسباب مثلا عندما تكون قشرة البيضة قوية ويكون الزغلول داخل البيضة ضعيف البنية، فلا يستطيع أن يكسر البيضة بشكل جيد. هذه من أهم الأسباب. وأيضا من أهم الأسباب الأخرى مثلا دخول أنثى أخرى إلى داخل العش وحدوث المعارك داخل العش. وأيضا تفقد المربي. عندما المربي يتفقد العش بشكل مستمر نلاحظ أن الأنثى والذكر عندما يحملون البيض نلاحظ أن الأنثى تخاف وتتحرك كثيرا، وهذا يسبب الحركة الكثيرة للبيض مما يجعل الفرخ يموت داخل البيضة. فالمعارك بين الحمام يسبب موت الفراخ وطبعا وفساد البيض. نلاحظ إذا كان البيض فاسد بشكل مستمر فإن الأنثى تتحرك، والسبب هو مثلا المعارك التي تحصل بين الإناث أو مثلا ذكر يحاول أن يدخل إلى الأنثى، ذكر آخر يدخل إلى الأنثى في العش، أو نفس الذكر يدخل إلى العش والأنثى تمنع الذكر من الدخول أو احتضان البيض، فهذا يسبب موت الفراخ أو فساد البيض. ونلاحظ أن هذا الفرخ مكتمل النمو كما تلاحظون، ولكن نلاحظ أن الفرخ مات، يعني مات فجأة. مكتمل النمو وبدأ يكسر البيضة، ولكن نلاحظ أنه مات فجأة. فالسبب أكيد أن السبب الفرخ لم يستطيع أن يكسر البيضة، أو أن الأم والأب لم يساعدوه في كسر البيض، قشرة البيضة، أو أن قشرة البيضة تكون أقوى من بنية الزغلول فلا يستطيع أن يكسر البيضة. سبحان الله. لاحظوا أن الزغلول مكتمل النمو، ولكن حدثت يعني حاجة جعلت الفرخ يموت. ومن أهم الأسباب كما ذكرنا أن الفرخ لم يستطيع أن يكسر قشرة البيض، يعني حصل له اختناق داخل البيضة ومات. لاحظوا. لاحظوا أن الزغلول مكتمل النمو. سبحان الله. ولكن الزغلول مات فجأة. هذا، ونتمنى لكم فائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.